الجهاز ده حير فنيين كتير، كل شوية نشحنه فريون ويصر. تعالوا نشوف المشكلة فين، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رحنا على الجهاز ده جهاز كارير كريستال. تمام، الجهاز ده يا باشمهندسين فيه التسريب بتاعه فين؟ التسريب بتاعه هنا، مكان ايه؟ مكان صدادة زي دي بالظبط، عشان مع الاحتكاك مع الاهتزاز حصل فيه تسريب هنا. تمام، احنا دلوقتي هنبدأ خطوات الشغل، وهي ان احنا ايه؟ هنبدأ صنفرة هنا كده. بصوا كده يا باشمهندسين، هنبدأ صنفرة كده ونبدأ عملية اللحام. خليكم معانا كده لغايه لما نخلص صنفره، وهنبدا عمليه اللحام ونوريكم طريقه الشغل. سلام. طبعا هنا يا باشمهندسين لازم نشتغل ببودره عشان اللحام زيت. كده احنا خلصنا. طبعا بعد عمليه اللحام زي كده لازم تفاكيوم الدايره. يعني ايه عمليه فاكيوم الدايره؟ ازاله الرطوبه من المنظومه. تمام، لما تعمل ازاله الرطوبه من المنظومه يديك كفاءه تبريد طبعا عاليه. كده احنا خلصنا. نستنى طبعا اللحام يبرد شويه، وبعد كده نطلع ترمبه الفاكيوم بتاعتنا والعداد والفاكيوم، ونشوف هل في تسريب تاني. في تسريب نكشف على تسريب تاني يا باشمهندسين لغايه لما نسلم شغل مظبوط 10/10. تمام، يعني ولا تكل ولا تمل لغايه لما ايه تخلص شغلانتك مظبوطه عشان ربنا يكرمك. بس انا القصه دي هات لك طيب. طب بعد الساعه عشان نبدا عمليه الفاكيوم يا باشمهندس. عمليه الفاكيوم تتم من عداد اللوب واحده واحده، بسيطه سهله جدا. تمام، جيب الخرطوم اللي في النص، تتاكد ان العداد اللي قدام مقفول. تمام، تيجي عندك على الدرجه بتاعتك شوف السحب. تمام، دي بتاعت شغل الثلاجات مالناش دعوه بيها. نيجي هنا على عداد اللوب تفتحه. مش معنى ان هو جاب لك -30 يبقى هو كده عمل عمليه فاكيوم يا باشمهندس. عمليه الفاكيوم وهي ازاله الرطوبه، ملهاش دعوه بالمؤشر. فانت تنتظر من ربع ساعة لنص ساعة في عملية الفاكيوم على حسب قدرة الجهاز. 1.5 ربع ساعة، 2 وربع نص ساعة. هي يعني 1.5 و2 وربع هو نفس القدرة كمواسير، فممكن ربع ساعة مفيش مشكلة. هتنتقل في ال3 حصان هيبقى نص ساعة مثلا، والقدرة الأعلى أزود ربع ساعة، وهكذا يا باشمهندس. احنا كده هننتظر نخلص عملية الفاكيوم ونرجع لكم تاني. احنا شغل يا باشمهندسين طبعا كشغل الحمات وكده لازم نضغط نتاكد. هو انا ضغط دلوقتي على 120، هستنى ربع ساعه وارجع اشوف. لو لقيت ان الضغط واقف على 120 زي ما هو، يبقى انا كده شغلي 10/10. تمام، الضغط مش على 120 يبقى في مشكله تانية وفي تسريب تاني، نكشف عليه من اول وجديد لحد ما نجيبه ونعمله. الاكوميتر انا هعمله دلوقتي، الاكوميتر المصدي ده انا هعمل الشغل بتاعه. بعد ما خلصنا عملية الضغط بنعمل عملية الفاكيوم زي ما حضراتكم شايفين كده. هنخلص عملية الفاكيوم ونبدأ شحن يا باشمهندسين. احنا كده خلصنا الفاكيوم يا باشمهندسين، هنخش على عملية الشحن. ده هو ربطنا الخرطوم في الاسطوانة. طبعا ما تفتحش العداد، يعني هو كده هو -30. تمام، ما تفتحش العداد غير لما تفرغ الهواء من الخرطوم بتاع الهاي، الخرطوم اللي في النص. تمام، لازم تفرغ الهواء بتاعه. نعملها ازاي؟ افتح الاسطوانه كده يا باشمهندس، بص اهو، استنى شويه كده وتيجي تقوم قافل تاني كده انت فرغت الهواء. كده تبدا عمليه الايه؟ الشحن. ولازم ان الاسطوانه تكون عدله كده يا باشمهندس، دي R22. لو 410 تكون مقلوبه يا باشمهندس. ابدأ بقى عملية الشحن بتاعتك. احنا كده بس ايه
بندي شحنه مبدئيه للكمبريسور. تمام. وهو واقف بنديله بس شحنه مبدئيه، وبعد كده هنبدا نشغل الجهاز ونشوف الضغط بتاعنا ونظبطه مظبوط. دقيقه هنروح نشغل الجهاز ونرجع لكم. خلاص رشينا الاكوميتر اهو، ودينا شحنا. تمام. دقيقه هشوف بنسة الامبير، هعلق بنسة الامبير واوريها لكم. اللي محتاج اي شغل رقمنا 010 911 87 321 012 7 8 3 44 149. كده الامبير بسم الله ما شاء الله ولا غلطة. تمام. بصوا كده الضغط، بصوا كده الشغل بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بص اللهم صل على النبي، حاجة تشرف، حاجة تشرف يا باشمهندس. تمام. امبيرك زي الفل. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. بالتوفيق للجميع ونشوفكم في فيديو جديد.